سعيد الحوض، هذا هو الطاقم التحكيمي الذي يتولى الإشراف على تحكيم هذا اللقاء. بالنسبة لمنتخب إيطاليا يلعب بالأسماء التالية: الاعتماد في حراسة المرمى على الحارس رقم 12 يوري بيلوبونو، بقية اللاعبين 7 ألانو فارياس إدواردو، 10 ميرليم دا سيلفا، 9 أريو أتيليو، بالإضافة لصاحب القميص رقم 19 برونيلي ديكوساتيس ليوناردو. هذه الأسماء التي سيبدأ بها المدرب ماسيميليانو بيلارتي مقابلة اليوم. أتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي في مقابلة وفي مواجهة اليوم. هنا التقاط الصور التذكارية قبل بداية اللقاء، قبل بداية المقابلة. نفس الشيء بالنسبة لعناصر المنتخب الإيطالي. تعتبر حضرات السيدات والسادة المشاهدين هذه المقابلة هي الثانية في هذا الأسبوع التي يواجه خلالها منتخب المغرب نظيره منتخب إيطاليا. في هذه اللحظات الحكم يعطي انطلاقة أحداث الشوط الأول. ينطلق الشوط الأول وتنطلق معه فرص ومحاولات كلا المنتخبين. هنا أولى الفرص، هنا أولى المحاولات. تسديدة سفيان المسرار عميد المنتخب الذي كان قريبا من الوصول لمرمى الحارس يوري بيلوبونو. المقابلة الودية الأولى كانت قد لعبت أول أمس وانتهت بفوز المنتخب الوطني المغربي ب4 أهداف مقابل لا شيء. النتيجة كانت ممتازة بالنسبة لأبناء المدرب هشام الدقيق الذي يسعى لتحقيق فوز جديد على منتخب إيطاليا. يذكر أيضا بأن المنتخب الوطني أقل من 23 سنة داخل القاعة كان قد واجه إيطاليا لمرتين اثنتين، الأولى يوم الخميس هناك بمدينة القنيطرة، أو يوم الأربعاء في القاعة المغطاة الوحدة. كان الفوز للمنتخب الوطني المغربي ب5 أهداف مقابل 3. ويوم أمس لعبت المقابلة الثانية وكان الفوز أيضا للعناصر الوطنية ب4 أهداف مقابل هدف بقيادة المدرب عادل السايح الذي تفوق لمرتين اثنتين على ماسيميليانو بيلارتي مدرب المنتخب الإيطالي الذي يشرف على تدريب منتخب إيطاليا أقل من 23 سنة، وأيضا المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم داخل القاعة. كرة في وسط الملعب للمنتخب الوطني، محاولة المرور، العودة لأنس العيان. أنس مرة أخرى، بلال بقالي، ما الذي سيفعل بلال؟ بحث عن أنس العيان لكن كان أقرب منه يوري بيلوبونو حارس مرمى المنتخب الإيطالي. ستكون هي المقابلة الأخيرة بالنسبة للمنتخب الإيطالي ضد نظيره المغربي في إطار هذه المباريات الودية التي يخوضها كلا المنتخبين. كرة في وسط الملعب، ميرليم دا سيلفا على مستوى خط الدفاع، تمريرة طويلة خرجت. أنس العيان، كرة على مستوى خط الدفاع دائما لعناصر المنتخب الوطني. بلال بقالي، محاولة التمرير، تعود الكرة من جديد في وسط الملعب بإمكانية المرور. الحكم يعلن عن خطأ لفائدة ولمصلحة المنتخب الإيطالي. اللاعب اللي تحصل على الخطأ هو أريو أتيو في اللقطة الماضية. بداية قوية من جانب كلا المنتخبين.
ميرليم دا سيلفا الى اين سيعود؟ يعود للوراء، يعود لحارس المرمى يوري بيلو بونو. بلال البقالي يعيد الكره لعبد الكريم عنبيه، كره على مستوى خط الدفاع دائما لعناصر المنتخب الوطني. انس العيان محاوله المرور، تمريره خاطئه، تعود الكره لمنتخب ايطاليا في الصوره. انس العيان يعتبر من الركائز الاساسيه في تشكيله المدرب هشام الدقيق، يعتمد عليه كثيرا. كرة في وسط الملعب، ألانو فارياس سيعود لحارس المرمى يوري بيلو بونو، تمريرة طويلة، تدخل من الدفاع، بعد ذلك المهاجم سفيان المسرار. عبد الكريم عنبية حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي داخل القاعة، الذي قدم أداء رائعا أول أمس في المقابلة التي واجهنا خلالها منتخب إيطاليا، 4 أهداف مقابل شيء في ذلك اللقاء الذي حاول خلاله منتخب إيطاليا الوصول لمرمى الحارس عبد الكريم عنبية بشتى الطرق وبشتى الوسائل. سددوا من بعيد وسددوا من قريب، لكنهم لم ينجحوا في الوصول لمرمى الحارس عبد الكريم. هنا فرصة تصويب حارس المرمى، الهدف الأول للمنتخب الوطني. بداية ممتازة، ينجح سفيان المسرار في الوصول لمرمى الحارس يوري بيلو بونو بطريقة ممتازة، بطريقة رائعة. هنا اللقطة الماضية مجهود كبير بذله أنس العيان، المتابعة من سفيان المسرار الذي نجح في تسجيل الهدف الأول. تصبح النتيجة هدف مقابل شيء للمنتخب الوطني المغربي. ميرليم دا سيلفا، كرة في وسط الملعب، عادت الكرة لسفيان المسرار، مازال محتفظا بالكرة، يعود بلال البقالي. أنس العيان، العودة لحارس المرمى عبد الكريم عنبية. أنس العيان في وسط الملعب، محاولة التدخل من ألانو فارياس إدواردو. تعليمات متواصلة من المدرب هشام الدقيق. تسديد من أنس العيان، تسديدة لم تكن بعيدة كثيرا عن الخشبات الثلاث لمرمى الحارس يوري بيلو بونو. العودة لعبد الكريم عنبية، وصلت الكرة في وسط الملعب، تفتك، كانت محاولة من جانب اللاعب موتار رودريغيز غابرييل، يعتبر من اللاعبين المتألقين في صفوف المنتخب الإيطالي. التسديد من ميرليم دا سيلفا حارس المرمى. عبد الكريم عنبية كان متواجدا في المكان المناسب. بلال البقالي، العودة لحارس المرمى أنس العيان على مستوى خط الدفاع، وصلت الكرة لبلال البقالي، تدخل من موتا غابرييل رودريغيز، نجح في افتكاك الكرة. هنا ميرليم دا سيلفا، حكم يعلن عن خطأ للمنتخب الإيطالي. يبحث عن الحل المدرب ماسيميليانو بيلارتي. كرة في وسط الملعب،
على مستوى خط الدفاع. تصل الكرة للاعب اسماعيل امازال. تدخل من حارس المرمى يوري بيلوبونو. جابرييل موتا. تدخل من اسماعيل امازال. كرة تصل سهلة لحارس المرمى. الحكم يعلن عن خطأ للاعب المنتخب الإيطالي. الحكم الإسباني كان قريب من اللقطة، سيد أليخاندرو فلوريس مارتينيز. هنا اللقطة الماضية سقط لاعب المنتخب الإيطالي، خطأ واضح للاعب فرانشيسكو ليبرتي. تعرض للإصابة لاعب فرانشيسكو ليبرتي. موتا. جابرييل رودريغيز هو الذي يتولى مهمة التنفيذ، التسديد، التدخل، إبعاد الكرة خارج الملعب. هنا اللقطة الماضية تظهر أمامكم. كان قريبا من التسجيل لاعب المنتخب الإيطالي، لكن حارس المرمى كان رائعا متميزا بتلك الطريقة. تمكن من إبعاد الكرة خارج الملعب. جابرييل موتا. التمرير، فرصة للمنتخب الإيطالي. حكم يعلن عن خطأ. خطأ وبطاقة صفراء. سيقوم الحكم بتوجيهها للاعب المنتخب الوطني عثمان الإدريسي. هنا اللقطة الماضية كان إيقاف لاعب أنطونيو مولارو بتلك الطريقة. يتولى مهمة التنفيذ جابرييل موتا رودريغيز. الحذر، كل الحذر، الكل يترقب. تعليمات متواصلة من ماسيميليانو بيلارتي قبل التنفيذ. التسديد والهدف الأول لمنتخب إيطاليا. ينجح المنتخب الإيطالي في تسجيل الهدف الأول وإدراك التعادل. تصبح النتيجة هدف لكل منتخب. هنا اللقطة الماضية، التحضير كان من جابرييل موتا والإنهاء كان من أنطونيو مولارو. تصبح النتيجة هدف لكل منتخب. هنا اللقطة، هنا الإعادة. فرحة اللاعبين، فرحة عناصر المنتخب الإيطالي. أنطونيو مولارو يعود لجابرييل موتا. وصلت الكرة بعد ذلك لأريو أتيليو. التمرير، تمريرة طويلة من جابرييل موتا رودريغيز. كرة على مستوى خط الدفاع. عثمان الإدريسي ما زال محتفظا بالكرة. تمرير بطريقة ممتازة من عثمان الإدريسي. الحكم يعلن عن خطأ للمنتخب الوطني المغربي. بطاقة صفراء للاعب فرانشيسكو ليبرتي. صورة الوفد الإيطالي
الإداري والمنتخب الإيطالي، وأيضا عناصر المنتخب الإيطالي أقل من 23 سنة الذين يتابعون اللقاء من المدرجات. فرصة محاولة للمنتخب الوطني، كرة خرجت تجاوزت الخط. العودة للوراء، إسماعيل أمازال. عثمان الإدريسي يعود للوراء، الكرة وصلت لعثمان في وسط الملعب دائما للمنتخب الوطني. كرة دائما مغربية، المرور بطريقة ممتازة من عثمان الإدريسي. يعود بعد ذلك للاعب إسماعيل أمازال. لاعبون الاحتياطيون المتواجدون، أرانا إشارة المدرب هشام الدقيق، سنراهم في الدقائق القادمة للمساهمة في تحقيق الفوز اليوم. كرة خرجت لتعود من جديد للمنتخب الإيطالي. جابرييل رودريغيز، التسديد، حارس المرمى يتدخل. خطأ للمنتخب الوطني من اللقطة الماضية تابعناها. يتولى مهمة التنفيذ بلال البقالي. تعليمات والتوجيهات من حارس المرمى يوري بيلوبونو للاعب برونيلي ديكوساتيس. تسديدة خارج الملعب. تعود الكرة لمنتخب إيطاليا. ميريم دا سيلفا، كرة على مستوى خط الدفاع. بلال البقالي، العودة لأنس العيان، وصلت الكرة لبلال لكن الفرصة ضاعت، المحاولة ضاعت. تمريرة طويلة، كرة خارج الملعب. التسديد من اللاعب ألانو فارياس إدواردو. بعد ذلك العودة للمنتخب الوطني. أنس العيان ينجح في المرور. بلال البقالي، بلال، سفيان المسرار، أنس العيان، كرة في وسط الملعب للمنتخب الوطني. سفيان، ما زالت الفرصة متواصلة. التحضير كان قريبا من التسجيل وكان قريبا من الوصول للمرمى بطريقة رائعة، بطريقة كانت جميلة جدا. المنتخب الوطني كان بإمكانه التسجيل
وكان بإمكانه الوصول لمرمى الحارس يوري بيلوبونو. هنا اللقطة الماضية، هنا الفرصة الماضية، هنا طريقة الإنهاء من اللاعب سفيان المسرار. كرة اصطدمت بالقائم، كان محظوظا حارس المرمى يوري بيلوبونو. سفيان المسرار، العودة لأنس العيان، حاولة المرور، تسديدة خارج الملعب. حكم يطلب الوقت المستقطع، أو المدرب يطلب الوقت المستقطع. فرصة لكلا المدربين لتقديم المزيد من التعليمات للاعبين. هشام دقيق في حديث مع عناصر المنتخب الوطني، أيضا نفس الشيء بالنسبة للمدرب ماسيميليانو بيلارتي، مدرب منتخب إيطاليا. تستأنف المقابلة في هذه الأثناء. العودة لحارس المرمى يوري بيلوبونو، كرة تصل للحارس، فرصة محاولة، كرة خرجت، تجاوزت الخط. هشام دقيق في حديث مع اللاعبين. أنس العيان، بلال بقالي يعيد الكرة لأنس العيان، بعد ذلك وصلت لسفيان المسرار. محاولة، بلال بقالي، أنس العيان، سفيان المسرار، كرة في وسط الملعب، محاولة أنس. الحكم يعلن عن خطأ لفائدة المنتخب الوطني. بطاقة صفراء للاعب برونيلي دي كوساتيس ليوناردو. وقت مستقطع يطلبه مدرب منتخب المغرب السيد هشام دقيق. اللقطة الماضية خطأ تحصل عليه لاعب أنس العيان. في الصورة الحكم الإسباني خافير مورينو رينا. ستستأنف المقابلة في هذه الأثناء بعد وقت مستقطع كان قد طلبه مدرب المنتخب الوطني.
كرة ثابتة للمنتخب الوطني. أنس العيان هو الذي سيتولى مهمة التنفيذ. تدخل من ميرليم دا سيلفا، الفرصة ضاعت. ما الذي حدث في اللقطة الماضية؟ كان هناك سوء تفاهم بين أنس العيان وبقية عناصر المنتخب الوطني. بلال البقالي يعيد الكرة لسفيان المسرار العميد قائد المنتخب الوطني. العودة لبلال البقالي، حصل أنطونيو مولارو والعودة للوراء من جديد في وسط الملعب. سفيان بوريت، عبد الكريم عنبية، كرة خرجت. جابرييل موتا، كرة تجاوزت الخط. صورة سيد أليخاندرو فلوريس مارتينيز، حكم الإسباني، يعتبر من الحكام الممتازين في العالم وفي القارة الأوروبية. السيد مارتينيز، سفيان بوريت، بلال البقالي يتحصل على الخطأ. العودة لأنس العيان في وسط الملعب، كرة خرجت تجاوزت الخط. فرانشيسكو، ليبرتي بحث عن اللاعب ميرليم دا سيلفا. المدرب ماسيميليانو بيلارتي يواصل تشجيع اللاعبين لتقديم الأفضل. فرانشيسكو، ليبرتي، العودة لموتا رودريغيز، فرصة لفائدته لمصلحة المنتخب الإيطالي. يعودون لأريو أتيليو. فرانشيسكو، ليبرتي، كرة في وسط الملعب، المتابعة من أنس العيان، التدخل من أنس، خطأ في التمرير. تعود الكرة لمنتخب إيطاليا. فرانشيسكو، ليبرتي، العودة لموتا رودريغيز، يجيد التسديد بالقدم اليسرى وأيضا اليمنى، يعتبر من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب ماسيميليانو ليبرتي. أنس العيان، آخر 8 دقائق من الوقت الأصلي في هذا الشوط. التصويب من اللاعب سفيان المسرار اللي سدد بقوة. التدخل كان من حارس المرمى يوري بيلوبونو. موتا رودريغيز، لكن عودة اللاعب اسماعيل ما زال تمكن من استرجاع الكرة. عادت لميرليم دا سيلفا في وسط الملعب للمنتخب الإيطالي. يحاول ميرليم إلينا سيرسل الكرة، يجد ألانو فارياس مرة أخرى. العودة لفارياس إدواردو موتا رودريغيز، كرة للمنتخب الإيطالي تصل سهلة بين يدي حارس المرمى عبد الكريم عنبية. اسماعيل مازال، تسديدة خارج الملعب من اللاعب عثمان. سفيان الشرادي دخل قبل قليل. سفيان الشرادي، اسماعيل مازال، كانت مغادرة أنس العيان، دخل الشرادي، تسديدة بعيدة كل البعد من سفيان الشرادي خارج الملعب. تسديدة ما كانتش بالطريقة التي سترضي المدرب هشام الدقيق.
تسديده خارج الملعب من عثمان إدريسي، ما كانتش الطريقة المطلوبة. كرة عادت للحارس يوري بيلوبونو. تسديدة برونيلي دي كوساتيس. تعتبر فرصة من أبرز فرص المنتخب الإيطالي. اسماعيل مازال، عثمان للإدريسي، كرة في وسط الملعب. سفيان الشراوي، سفيان مازال محتفظا بالكرة. اسماعيل مازال، تسديده خارج الملعب من سفيان الشراوي. كان قريبا من التسجيل وكان قريبا من إسكان الكرة الشباك. ميرليم دا سيلفا، أنطونيو مولارو، العودة لميرليم، مولارو مرة أخرى، كرة تجاوزت الخط، خرجت. اسماعيل مازال، هنا فرصة محاولة تسديد حارس المرمى عبد الكريم عنبية، ينجح في التدخل في الوقت المناسب وينقذ المنتخب الوطني من هدف محقق. كانت تسديدة قوية من اللاعب ميرليم دا سيلفا. كان يعتقد ماسيميليانو بيلارتي بأن منتخب بلاده سيسجل الهدف الثاني، لكن عبد الكريم عنبية كان رائعا، كان متألقا، كان حاضرا في المكان المناسب. سفيان الشراوي، كرة بعيدة خرجت، وصلت ليوري بيلوبونو. برونيلي دي كوساتيس، استقبال الكرة كان مثاليا، لكن الإنهاء لم يكن بالطريقة التي ستسعد المدرب ماسيميليانو بيلارتي. الصورة اللاعب برونيلي، ليوناردو دي كوساتيس. هنا اللقطة، كرة خرجت. صورة اسماعيل مازال من اللاعبين الذين تألقوا في مقابلة أول أمس ضد إيطاليا، أيضا لعب بطريقة ممتازة اسماعيل مازال. الكرة وصلت لميرليم دا سيلفا، يرسل الكرة برواق الأيمن لموتا رودريغيز. الكرة ضاعت لكن عادت بسرعة لموتا الذي يعيد لحارس المرمى يوري بيلوبونو. ميرليم دا سيلفا في الجهة اليسرى يحاول المرور، مراقب ميرليم، يراقبه خالد بوزيد. ما زالت الفرصة متواصلة دائما للمنتخب الإيطالي، سيعود لموتا. رودريغيز سدد لكن الكرة اصطدمت
باللاعب عثمان الإدريسي. هنا فرصة للمنتخب الإيطالي. اللقطة الماضية كانت تسديدة لاعب أنطونيو مولارو، من أبرز فرص منتخب إيطاليا في هذا الشوط. كرة في وسط الملعب، بلال البقالي، عودة أنس العيان أيضا، كما عاد بلال البقالي لأرضية الملعب. بلال، هنا فرصة الهدف الثاني، الهدف الثاني، تقدم لحارس المرمى، تقدم لحارس المرمى. المنتخب الإيطالي يسجل هدف الأسبقية وهدف التقدم، تصبح النتيجة هدفان 2 مقابل هدف وحيد لمنتخب إيطاليا. التقدم والأسبقية، لاعب اللي سجل هو كريستوفر كوتروبي. موتا رودريغيز، هنا فرصة، سفيان الشراوي، محاولة المرور، يعود الوراء دائما للمنتخب الوطني. كرة خرجت تجاوزت الخط، العودة لسفيان الشراوي. عثمان، العودة، أنس العيان يتحصل على الخطأ. أنس العيان يتعرض للإصابة. كرة في وسط الملعب، بلال البقالي، كرة تصل لإسماعيل مازال، العودة لبلال البقالي، كرة في وسط الملعب دائما للمنتخب الوطني. بلال، تمريرات بين عناصر المنتخب الوطني، تقدم أيضا سفيان المسرار. البحث عن ليوناردو دي كوساتيس، سير الكرة سهلة لعبد الكريم عنبية، أنس العيان، الآن بات سفيان المسرار وحارس المرمى لم يغادر حتى بعد أن ضاعت الكرة. هنا فرصة للمنتخب الإيطالي، التدخل من سفيان المسرار، سفيان المسرار الذي يلعب دور حارس المرمى.
وتمكن من التصدي هنا. برونيلي حارس المرمى سفيان المسرار كان حاضرا متواجدا في المكان المناسب. كرة خرجت. في وسط الملعب اسماعيل امازال، بلال بقالي، سفيان، يعود بلال بقالي، سفيان الشراوي، بلال بقالي، البحث عن اسماعيل امازال. كرة في وسط الملعب، بلال بقالي، أقل من دقيقة على نهاية الشوط الأول. بلال، العودة لإسماعيل مازال، بلال بقالي، أنس العيان. تمريرات بين عناصر المنتخب الوطني سيبحثون عن إنهاء هذا الشوط بتسجيل هدف التعادل. هنا بلال، العودة لسفيان الشراوي، دائما الكرة لعناصر المنتخب الوطني يبحثون عن الثغرة، يبحثون عن المنفذ الذي سيوصلهم لمرمى الحارس يوري بيلو بونو. المحاولة سفيان الشراوي، التسديد، الكرة اصطدمت بلاعب المنتخب الإيطالي، خرجت. سفيان المسرار، الضغط ما زال متواصلا، تسديدة وتمريرة خارج الملعب. الوقت ينتهي، حكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب إيطاليا أمام المنتخب المغربي بهدفين 2 مقابل هدف وحيد في هذا اللقاء الودي الذي سنتابع شوطه الثاني بعد قليل. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. كان معكم خليل فايد، إلى اللقاء.
مقابل هدف وحيد. في انتظار ما سيحدث خلال الشوط الثاني من هذا اللقاء، من هذه المقابلة. نتمنى كل التوفيق للعناصر الوطنية بقيادة المدرب هشام الدقيق. الكل يترقب، الكل ينتظر بداية الشوط الثاني. على يمين الشاشة المنتخب الوطني المغربي، على يسارها منتخب إيطاليا. الحكم الإسباني، الحكم الإسباني سيعطي الانطلاقة خلال لحظات. ينطلق الشوط الثاني من المقابلة. كرة في وسط الملعب، بلال بقالي، سفيان المسرار لأنس العيان. محاولة بلال بقالي، حاول العودة. الانو فارياس ادواردو، خروج حارس المرمى عبد الكريم عنبية في الوقت المناسب. هنا اللقطة الماضية، خروج حارس المرمى عبد الكريم عنبية. حكم يعلن عن خطأ للمنتخب الوطني. هنا اللقطة الماضية، لاعب المنتخب الوطني يرتكب الخطأ. حديث الحكم الإسباني خافير مورينو رينا مع اللاعب سفيان بوريت. في انتظار التنفيذ من موتار رودريغيز، يترك الكرة لميرليم دا سيلفا. عبد الكريم عنبية كان متواجدا في المكان المناسب. بلال بقالي، كرة في وسط الملعب، أنس العيان يحاول المرور، يعود بلال بقالي، سفيان بوريت، التمرير من بوريت، كرة خرجت. عادت للمنتخب الوطني. بلال بقالي، إلى أين سيرسل الكرة بلال؟ التسديد، التدخل من دفاع المنتخب الإيطالي ومن اللاعب برونيلي ليوناردو دي كوساتيس. اسماعيل مازال، ضاعت منه الكرة، عادت للمنتخب الإيطالي. كرة خرجت، عادت لعبد الكريم عنبية. سفيان المسرار، اسماعيل أمازال، أنس العيان. فرصة للمنتخب الوطني، حكم يعلن عن خطأ لفائدة ولمصلحة منتخب إيطاليا وللاعب أريو أتيليو اللي سقط
كان تدخل من أنس العيان. كرة ثابتة تنفيذ للاعب ميرليم دا سيلفا. التسديد من ميرليم حارس المرمى عبد الكريم عنبية كان حاضرا في المكان المناسب. تعود الكرة، حاول فرصة دائما للمنتخب الوطني، إمكانية التسجيل حارس المرمى يوري بيلو بونو. هنا فرصة جديدة مرة أخرى، حارس المرمى يتصدى الحارس يوري بيلو بونو ينقذ المنتخب الإيطالي. من هدف محقق. إذن ستكون عودة للفيديو سيبورت لمتابعة اللقطة الماضية من جانب الطاقم التحكيمي. الحكم يطلب مواصلة اللعب. اسماعيل مازال، بلال بقالي، التدخل من حارس المرمى يوري بيلو بونو. سفيان المسرار، بلال بقالي، كرة في وسط الملعب للمنتخب الوطني المغربي. اسماعيل مازال، يعود لبلال بقالي، دائما كرة مغربية في نصف ملعب المنتخب الإيطالي، يضغطون يبحثون. فرانشيسكو ليبرتي يترك الكرة لميرليم دا سيلفا. ألانو فارياس يمر يسدد، ما زالت الفرصة متواصلة للمنتخب الإيطالي، تصل لموتا رودريغيز. ميرليم دا سيلفا، بعد ذلك وصلت لألانو فارياس إدواردو. كرة دائما لمنتخب إيطاليا، ميرليم دا سيلفا، موتا رودريغيز في الرواق الأيمن في الجهة اليمنى. اسماعيل مازال، بلال بقالي، سفيان المسرار، يعود لإسماعيل مازال. كرة تفتك، عادت لمنتخب إيطاليا. ميرليم دا سيلفا، ما الذي سيفعل ميرليم؟ يعيد الكرة لفارياس ألانو. هنا فرانشيسكو ليبرتي، تسديدة خارج الملعب من فرانشيسكو ليبرتي، بعيدا عن الخشبة الثلاث لمرمى الحارس عبد الكريم عنبية. أنس العيان، كرة خرجت. فرصة جديدة للمنتخب الوطني. تسديدة خارج الملعب. تغطية دفاعية كانت حاضرة. برونيلي، ديكوساتيس سدد بالقدم اليسرى.
خارج الملعب تعود الكرة للمنتخب الوطني. أنس العيان، كرة في الرواق الأيسر، خالد بوزيد في وسط الملعب، البحث عن أنس العيان، بعد ذلك الكرة ضاعت، عادت للمنتخب الإيطالي. تسديدة وصلت بين يدي حارس المرمى عبد الكريم عنبية. عثمان يحاول المرور، يمرر لإسماعيل، مازال خطأ في التمرير، عادت الكرة لفائدة المنتخب الإيطالي. الكرة تفتك، إسماعيل مازال فرصة، محاولة، كرة خارج الملعب. كان بإمكانهم استثمار هذه الفرصة وتسجيل الهدف الأول في هذا الشوط والثاني في اللقاء. كانت فرصة لتعديل النتيجة بالنسبة لعناصر المنتخب الوطني، لكنهم لم يتمكنوا. سيواصلون المحاولة وسيواصلون البحث عن الهدف الثاني، هدف التعادل. بعد ذلك سيخطط هشام الدقيق للحصول على التقدم في مقابلة اليوم. كرة خارج الملعب، على مستوى خط الدفاع للمنتخب الإيطالي، البحث عن أنطونيو مولارو. كان البحث عن أنطونيو مولارو. هنا اللقطة الماضية، الوقت المتبقي لنهاية هذا الشوط. أنس العيان، العودة لحارس المرمى يوري بيلوبونو، للبحث عن اللاعب ليوناردو برونيلي دي كوساتيس، لكن الكرة لم يستقبلها بالطريقة المثالية. عادت من جديد عناصر المنتخب الإيطالي. ليوناردو، أنس العيان، خالد بوزيد يترك الكرة للعيان. مغادرة أنس العيان، دخول بلال بقالي، يبحث عن الحل المدرب هشام الدقيق. الوقت يمر، بلال بقالي، التسديد حارس المرمى بيلوبونو يوري. سفيان المسرار يترك الكرة ل إسماعيل، مازال التصويب من بلال بقالي، الكرة خرجت. اللقطة الماضية كانت تسديدة قوية، محاولة فرصة، بعد ذلك الكرة تجاوزت الخط. عادت للمنتخب الوطني. إسماعيل مازال، سفيان المسرار يحاول المرور، يبحث عن التسديد، لكن تغطية دفاعية حاضرة، خطأ لفائدة ولمصلحة المنتخب الوطني.
كرة ثابتة للمنتخب الوطني. سفيان المسرار تدخل من حارس المرمى. كانت فرصة جيدة للمنتخب الوطني، لكن حارس المرمى يوري بيلوبونو يواصل التألق في هذا اللقاء. أنقذ المنتخب الإيطالي من عدد كبير من الفرص. إسماعيل مازال، العودة لإسماعيل. كان البحث عن إسماعيل مازال، لكن الكرة لم تصل. فرصة تسديد، هدف التعادل. هدف التعادل بطريقة رائعة للمنتخب الوطني الذي ينجح في تسجيل الهدف الثاني، الهدف الأول في هذا الشوط بطريقة ممتازة، بطريقة رائعة، بعد عدد كبير من الفرص ومن المحاولات. هنا اللقطة الماضية، هنا الفرصة التي أتت بالهدف. التسديدة لا تصد ولا ترد، تسديدة لم يجد مع حارس المرمى يوري بيلوبونو أي حل. تصبح النتيجة هدفان لكل منتخب. فرحت عناصر المنتخب الوطني بهذا الهدف. بيل البقالي، سفيان المسرار حاول فرصة. بيل البقالي مرة أخرى، العودة لإسماعيل مازال. كرة خرجت، عادت لمنتخب إيطاليا. كان البحث عن فرانشيسكو ليبرتي. ميرليم دا سيلفا، العودة لفرانشيسكو ليبرتي. كانت محاولة وكانت فرصة من اللاعب كريستوفر كوتروبي. كرة في وسط الملعب، العودة لحارس المرمى. محاولة بيل البقالي، حكم يعلن عن خطأ. سيد أليخاندرو فلوريس مارتينيز. كرة ثابتة، فرصة للمنتخب الوطني. سيكون التنفيذ من سفيان الشراوي. تسديدة قوية، التصدي من حارس المرمى يوري بيلوبونو. هنا اللقطة الماضية، الإعادة. يوري بيلوبونو، التمرير، كرة وصلت لكوتروبي. كريستوفر فرانشيسكو ليبرتي، فرصة للمنتخب الإيطالي. الحكم الإسباني خافير يعلن عن خطأ.
خطأ للمنتخب الإيطالي حصل عليها لاعب فرانشيسكو ليبرتي. في انتظار التنفيذ من جابرييل موتا. تسديدة خارج الملعب من أنطونيو مولارو. تسديدة ما كانتش بالدقة التي ينتظرها المدرب ماسيميليانو بيلارتي. تسديدة خارج الملعب من عثمان كانتش بالدقة المطلوبة. تعود الكرة لمنتخب إيطاليا. جابرييل موتا وصلت الكرة لليوناردو دي كوساتيس. بعد ذلك عثمان في فرصة للمنتخب الوطني خارج الملعب. كرة في وسط الملعب. بيلال بقالي. المنتخب الوطني يواصل الضغط على منتخب إيطاليا. سفيان المسرار. العودة لبلال بقالي. حاول بلال. هل سيسدد بلال؟ هل سيمرر؟ يوري بيلو بونو. جابرييل موتا. كرة خرجت. تسديدة خارج الملعب من بلال بقالي. خالد بوزيد. سفيان المسرار. كرة خرجت. موتا رودريغيز. سفيان المسرار. محاولة دائما للمنتخب الوطني. عادت الكرة لعناصر منتخب إيطاليا. سفيان المسرار ما زال ساقطا على الأرض يعاني من الإصابة. هنا اللقطة الماضية. عودة خالد بوزيد في الوقت المناسب. تسديدة خارج الملعب. عادت الكرة لعبد الكريم عنبية ولي المنتخب الوطني.
تعليمات متواصلة من السيد هشام الدقيق. جابرييل موتا في الرواق الأيمن. هنا محاولة سفيان المسرار، تسديدة خارج الملعب، وكان بإمكانه تسجيل سفيان المسرار في هذه الفرصة، في هذه المحاولة. كرة خارج الملعب. جابرييل موتا، كرة تعود من جديد للمنتخب الإيطالي. ألانو فارياس، كرة خرجت، عادت من جديد لحارس المرمى عبد الكريم عنبية وللمنتخب الوطني. اسماعيل مازال، كرة تجاوزت الخط، خرجت. موتا جابرييل، ومحاولة فرصة للمنتخب الوطني. حارس المرمى ينجح في التصدي، الحارس يوري بيلوبونو. خالد بوزيد، اسماعيل مازال يحاول المرور، نجح في المرور. الهدف الثالث، الهدف الثالث للمنتخب الوطني المغربي بطريقة ممتازة. ينجحون في الوصول لمرمى الحارس يوري بيلوبونو. تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. تمريرة كانت ممتازة على طبق من ذهب من اللاعب اسماعيل مازال، وصلت لعثمان الذي يسكن الكرة الشباك. مسجلا الهدف الثالث للمنتخب الوطني المغربي. يوري بيلوبونو، العودة لحارس المرمى، كان يبحث عن حارس المرمى يوري بيلوبونو. تسديدة مرت بسلام على مرمى الحارس عبد الكريم عنبية. وقت مستقطع بالطلب من مدرب المنتخب الإيطالي السيد ماسيميليانو بيلارتي. تتوقف المقابلة. الحكم يطلب استئناف اللعب، استئناف المواجهة.
ميرليم دا سيلفا. اسماعيل مازال كرة في وسط الملعب. بلال البقالي، كرة تجاوزت الخط. سفيان الشراوي. عادت الكرة للاعب ريو اتيليو. اسماعيل مازال فرصة للمنتخب الوطني، محاولة تسديد. عادت الكرة لحارس المرمى يوري بيلو بونو. تدخل في الوقت المناسب من حارس المرمى عبد الكريم عنبية، كان حاضرا متمركزا في المكان المناسب. تسديدة تصدي في الوقت المناسب من عبد الكريم عنبية. اسماعيل مازال. بلال البقالي، كرة خرجت. دخول سفيان بوريت يدير اثناء مغادرة سفيان الشراوي. هنا فرصة بلال البقالي، التسديد من بلال، التصويب. تعود الكرة للمنتخب الإيطالي. هنا اللقطة الماضية الحكم طلب مواصلة اللعب. ميرليم دا سيلفا، العودة لمونتار رودريغيز. ليوناردو دي كوساتيس. غابرييل، العودة لميرليم. وصلت الكرة لحارس المرمى غابرييل. ليوناردو، كرة خرجت. غابرييل موتا. ليوناردو دي كوساتيس. ميرليم، فرصة للمنتخب الإيطالي، تدخل لحارس المرمى في الوقت المناسب. خطأ في استقبال الكرة من سفيان بوريت. كرة خرجت، عادت للمنتخب الإيطالي. غابرييل موتا. آخر 4 دقائق من الوقت الأصلي في هذا الشوط. ميرليم دا سيلفا، كرة خرجت أو وصلت لحارس المرمى. عبد الكريم عنبية. أنس العيان. بلال البقالي. سفيان بوريت.
العودة لبلال بقالي. حكم يعلن عن خطأ. أنس العيان بلال بقالي، سفيان بوريت، كرة خرجت تجاوزت الخط. عادت لمنتخب إيطاليا غابرييل موتا، ميرليم دا سيلفا، ميرليم، غابرييل، ليوناردو، العودة من جديد لميرليم دا سيلفا، غابرييل، التسديد، التدخل من أنس العيان. عادت الكرة للمنتخب الوطني. بلال بقالي يعود لسفيان بوريت، بعد ذلك سفيان المسرار، سفيان بوريت، أنس العيان، تعود الكرة للمنتخب الإيطالي. وبطاقة صفراء لسفيان المسرار. فرصة محاولة إمكانية التسجيل، كانت فرصة سانحة للتسجيل للمنتخب الوطني. هنا اللقطة الماضية تدخل من اللاعب ميرليم دا سيلفا، أليكس رودريغو في آخر لحظة ينقذ المنتخب الإيطالي من هدف محقق. فرانشيسكو ليفرتي، كرة تجاوزت الخط، خرجت. تدخل من حارس المرمى يوري بيلوبونو. عادت لسفيان بوريت. كرة في وسط الملعب، حكم يعلن عن خطأ للمنتخب الوطني الذي يقترب شيئا فشيئا من تحقيق فوز جديد على نظيره الإيطالي. هذا اللقاء الودي الذي يلعب هنا في المملكة المغربية.
بلال البقالي، عثمان. الكرة تفتك، عادت للمنتخب الإيطالي. ليوناردو دي كوساتيس، ميرليم دا سيلفا، العودة لغابرييل موتا. اسماعيل مازال، سقط اسماعيل مازال. هنا اللقطة الماضية، اسماعيل مازال، آخر دقيقة. عبد الكريم عنبية، تمريرة طويلة، عادت الكرة للمنتخب الإيطالي. ميرليم دا سيلفا، غابرييل موتا، ليوناردو دي كوساتيس، يترك الكرة لميرليم دا سيلفا. كرة خرجت، زالت دائما للمنتخب الإيطالي. العودة لألانو فارياس، غابرييل موتا، ميرليم دا سيلفا، التسديد، تسديدة خارج الملعب. آخر الثواني، آخر اللحظات. تصدي من حارس المرمى عبد الكريم عنبية بطريقة ممتازة. هنا ميرليم دا سيلفا، فرصة لتسجيل هدف جديد. الوقت ينتهي الشوط الثاني، وتنتهي المقابلة بفوز المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الإيطالي ب3 أهداف مقابل هدفين. فوز جديد، فوز مهم يحققه المنتخب الوطني بقيادة المدرب هشام الدقيق أمام منتخب إيطاليا. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. ألتقي بكم في المواعيد الرياضية القادمة، إلى اللقاء.